السلام عليكم يا احلى مشاهدين واحلى متتبعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اسرار نجاح الفقاس بدون فقصه. فقاس ناجح بدون انكسارات اليوم غادي نعطي لكم اسباب ديال اللي كتخلي الفقاس ينكسر. منها نعطيكم مقادير ومنها في نفس الوقت نعطيكم النصائح. عملوا على بسم الله على بركه الله. اعتذر على التصوير لانه بالليل، فلهذا فما كتكونش يعني الصوت الصوره اللون واضح. فانتم عارفين هذاك الكاوكاو وهذاك الجنجلان وهذاك النافع. هنا عندي 3 البيضات طبعا غسلتهم. فانا هنا كما قلت لكم غادي ندير فقط 3 بيضات. الا كنتو غادي ديروا كميه كبيره ديروا 6 بيضات ولا 7. ندير 3 بيضات. هنا عندي ماء الزهر اللي غادي نرطب فيه الكاوكاو. عباش الكاوكاو يجينا. المهم هذا الكاوكاو هذا راه مصهد شويه في المقله، ماشي محمر انما مصهد شويه. انا بصراحه الكاوكاو كان نغسلو لانني كاين الكاوكاو ديال العبار، كاين الكاوكاو ديال اللي كيكون في الباكيه هذا ديال العبار، فانا كنغسلو. المهم صهدته في المقله حتى برد عاد نستعملو. صافي عندي هنا الجنجلان، عندي حبه حلاوه حتى هي صهدتها. فانا كيكون فيهم الغبار، كيكون فيهم الرصاص، كيكون فيهم يعني هذا. فانا كنحاول انني كنغسلهم وكنقيهم. كنجيب ليله يومين قبل وكنصهدهم في المقله، يعني كان في المقلاة قليلا كنسخنهم باش يجيبوا لي الصواب. المهم هذا اللون الكاوكاو ما غاديش نطحنوه نخليه هكا باش يبان في الفقاس. كما كتقول المقادير راها سهله جدا. فانا غادي نبدا معكم وغادي نبدا معكم المقادير وطريقه في نفس الوقت. كما كتشوفوا هنا كنت غربلت حبه الحلاوه والنافع او اليانسون والنافع. كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الحلوى ديال الفقاس. هنا عندي 3 البيضات. فانا غادي ندير فقط واحد 500 غرام ديال الدقيق اللي غادي يجمع لي هادشي. الا كنتو غديروا كيلو ديال الدقيق فضاعفوا المقادير. صافي خويا خواتي ندير واحد كاس ما عامرش ديال السكر. المهم من اسرار نجاح الفقاس هو ان السكر خصو يتخدم مزيان، لان ما تخدمش السكر مزيان فكيتهرس لينا الفقاس. غادي نبدا معكم الاسرار ديال نجاح الفقاس وفي نفس الوقت غادي نعطيكم مقادير. المهم عاد تبعوا معايا لان ما بغيتش شي حاجه يعني تمشي لكم تكون مهمه جدا. دابا علاش كنقول لكم تبعوا معايا ماشي على شي حاجه، فقط باش ننجح معكم الفقاس. غنجي معاك لاول مره اخواني اخواتي، اول مره غادي تستعمل الفقاس غنجح معاك باش تبدا الطريقه اللي قلت لك والنصائح. صافي كنضربوا مزيان البيض مع صافي. هنايا كنضيف الزيت على 3 دفوعات. المهم كما كتشوفوا خذوا شي، حاولوا انكم الا بغيتوا ديروا شي في الاشوار ديروه، الا الكاوكاو اللي ما ديروش في الاشوار انا عيتهرمش لكم. فالكاوكاو خصو يبقى هكاك صحيح. ديروا فما بغيتوا في قصعه. انا في صراحه جبت واحد القصعه من المغرب ولكن تهرست ليا في الطريق في السفر. هنا درت واحد الكاس ديال الزنجلان، تبعوا معايا كاس ديال الزنجلان. وغادي بالنسبه ل اول سر ديال نجاح الفقاس قلت لكم السكر خصو يتخدم مزيان مع السكر اللي درنا في الاول خصو يتخدم مزيان. صافي مع البيض. ثاني نجاح الفقاس بالنسبه للطحين خاص بالحلويات. فانا اختاريت هذا الطحين، ماشي اختاريته، هو اللي لقيت الصراحه. ما كنصحكمش به، كنصحكم بهذاك الاحمر اللي وليت بليت الناس اللي هنايا. اللي في المغرب راه الطحين موجود، الانواع ديال الطحين، وكاينه في اسبانيا راه قليل. كاين في ميركادونا واحد الطحين ولكن لا حول ولا قوه الا بالله على الطحين وصافي. المهم في المغرب الطحين موجود، الانواع ديال الحلوى. فهذا الطحين شفتو داير بحال الشكل ديال حرش، ماشي رطب، ولكن هو بالاحسن نديروا الطحين اللي هو رطب خاص بالحلويات. المهم على حساب، كاين طحين اللي كيشرب، كاين طحين اللي ما كيشربش. هذا بصراحه ما شربش ليا المسائل، فانا بديت كنضيف. المهم بالنسبه لاضافه الدقيق حسب الخليط. صافي تجمع لنا الخليط وما نساوش خميره الحلويات. فانا حاولت انني ندير خميره الحلويات في الاخير. اخواني اخواتي بالنسبه لخميره الحلويات الا كثرتوا بزاف، بالنسبه للخميره ديال المغرب بصراحه الا درتو جوج هي 16 غرام. اما هنايا في اسبانيا كاينه وحده كيكون فيها 16 غرام 20 غرام.
فانا ما كنصحكمش يعني بجوج نفس الطانيه. بالنسبه الى درتو جوج راه غادي يخمر لكم بزاف، يعني خصكم ديروه مباشره غير يتشقق لكم. من نجاح الفقاس ما تكثروش الخميره بزاف، ما ديروش شويه، الا درتو شويه خيخت الخميره ما غاديش يكبر معكم الفقاس. يعني غنديروا القياس. انا في هاد الاثناء درت 10 غرام، يعني واحد الملعقه صغيره ولا نص باكيه اللي فيها 20 غرام درت النصف فيها. فهي من اسرار نجاح الفقاس الخميره الحلويات. الا كثرتوا خميره الحلويات غيتشقق وغيفيض الفقاس وغادي يتهرس، يعني ما تكثروش. انا في هذا الاثناء درت 10 غرام، ولكن خليتها تقريبا شي 20 دقيقه ولا 30 دقيقه باش ترتاح. جات هي هذيك، ولكن كان عليها باش تجي منفوخه اكثر، فانا كنصحكم انكم ديروا شويه اكثر الخميره. بالنسبه لخميره المغرب فديروا جوج خميرات ديال المغرب. بالنسبه للخميره هنايا ديروا وحده. الا درنا الخميره بزاف ما نخليوهاش بزاف ترتاح، يعني نديروها مباشره صافي نخشوها في الفران. كنا درنا شويه بحال درت انا، درت شويه فانا خليتها كترتاح. هذه من اسرار نجاح الفقاس. اخواني اخواتي تقدروا ديروا كلشي المقادير مزيان وما ينجحش معكم الفقاس ويتهرس لكم. للسبب الثاني انا ماجيه يعني نمشي بشويه باش نقول لكم اسباب نجاح الفقاس. ان شاء الله هنا غادي نديروا معكم الفقاس وغادي نديروا القراشل، ولا عطانا الوقت غنديروا الغيفات للغدا ان شاء الله الفيديو المقبل. هادشي كله بمقادير بسيطه كما كتشوفوا. هنا درنا عندنا في الاول 3 البيضات، كاس ديال الجنجلان وكاس ديال الكاوكاو. مقادير بسيطه في هذا الفقاس. درنا عاوتاني القراشل من بعد غادي نقول لكم. صافي اخواني اخواتي بديت كنزيد في الدقيق. هاد الدقيق هذا ما كيشرب حتى شي حاجه، المهم على حسب الدقيق. المهم في الاخر غادي نديروا الاستعانه. يديكم يعني كتدهنوها بالزيت باش ما كتبقاش تلصق. ومن اسرار نجاح الفقاس ما تعجنوهش، فقط كنجمعوا بالاصابع، لان الا مشينا تعجنوا الفقاس فغيجي معجون، ما يجيش بنين، ما يجيش لذيذ، غيجي بحال كناكلوا العجينه. فهمتوا؟ صافي دابا كنحاول انني نجمع فقط كنجمع. بالنسبه للفقاس كيكون العجينه كتكون رطبه شويه، ما تكونش قاصحه وما تكونش يعني جاريه بزاف، تكون كتجمع راسها يعني نقدروا نشكلوها. صافي دابا انا كندهن بالاستعانه بالزيت. طبعا كاين اللي كيستعان بالدقيق ولكن غيجيكم شويه قاصح، انا كنستعان بالزيت. صافي غادي نقسمو، غادي نديرو حرابل. من اسرار نجاح الفقاس طريقه الطهي جد مهمه. طريقه الطهي جد مهمه اخواني خواتي. كما قلت لكم ذكرت معكم بزاف ديال الاسرار، واللي متبع من معايا راه غادي يستافد ان شاء الله. غينجح معك الفقاس اللي اول مره غتستعمليه غادي ينجح معك الفقاس. فمن اسرار نجاح الفقاس هنا كما كتشوفوا انا غادي نديرهم حلابين وغادي نخليهم حتى يرتاحوا، لان في الفرن راه شعلته وطفيت عليه، خليتهم داخل الفرن باش يطفخوا لي شويه لانهم فيهم الخميره قليله جدا. الا درتوا الخميره كثيره فديروه في الفرن بارد بلا ما تسخنوه. درت لنا حلابي اخواني خواتي، كنحاول انني نجمع الحلابي باش ما يبقاوش محلولين في التاكل، كنحاول انني نزير عليهم بيدي بحال هكا، ونباعد ما بين واحد وواحد، نخلي واحد المسافه بعضهم. صدقوني غادي ينجح معكم من اول مره. وكذلك غنشارك معكم الخلطه اللي غادي ندهنوا بها الفوق، فهي خلطه بنينه بزاف وكتعطي واحد المنظر وكذلك لون ومذاق. من اسرار نجاح الفقاس اخواني خواتي، ملي كندخلوا الطاوه كندخلوها بالمهل، ما نبقاوش نضربوا الطاوه. لا ضربنا الطاوه ودخلناها بالعصبيه فعلا غادي يتهرس لينا الفقاس. هذا شحال ديال الاسرار ذكرت معكم. الناس اللي متبعيني راه غادي يستافدوا، اللي ما متبعينش وكيزربوا ما يستافدوش للاسف. هنا كما كتشوفوا درت لقيت الحلابي الصغيره، فانا درت واحد فوق واحد ماشي مشكل، انا كنزيرهم بيديك نلصقهم. يعني هذا ماشي ضروري انكم ديروا هكا، ولكن انا باش يجوني متساويين الحلابل. بالنسبه للناس اللي كيديروا الكوموند فضروري يكون عندكم الميزان باش كتعرفوا كل حربو شحال فيه وكل يعني كويره شحال فيها. الناس اللي هكا كيخدموا دارهم ولوليداتهم فماشي داعي باش يكون واحد الحربو كبار من الاخر، ماشي مشكل. قلت لكم دابا غادي نخليه حتى يرتاح، لانني ما دايره شويه الخميره بزاف، غنخليه حتى يرتاح. وعاد باش غادي من هنا في هذا الوقيته اللي هو كيرتاح انا جيت هنا باش نصايب معكم القراشل البلديين اللي كيجيو محمرين وغزالين ولداد. والمقادير بسيطه جدا.
وغادي نشارك معكم الخلطه. هاد الخلطه انا اللي غادي نزوقوا بها الفقاص ديالنا. هاد الخلطه جد رائعه اللي غنشارك معكم. ملعقه صغيره من الكولاكاو اللي كناكلو ماشي المر، كيعطي واحد اللذه بنينه، وملعقه من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. غنديروا اصفر بيضه، ممكن نديروا بيضه كامله ماشي مشكل. انا اصفر بيضه غنديروا قطرات من ماء الزهر. اللي ما عندناش ماء الزهر غنديروا قطرات من الخل بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش البيض. اللي ما عندناش غنخليوها هكاك، نديروا واحد قطرات من الحليب صافي. هاد الخلطه هذه كتعطي واحد المنظر اللي كيجينا هذاك الفقاس ديالنا مزوق وزوين من الفوق. هذا هو السر ديال هذه الخلطه هذه. غادي كما كتشوفوا كندير لان دابا انا كنديروه هو باقي ما خمرش. الا خمر وعاد جيتو باش ديروا هاد الخلطه فديروها بشويه وبالمهل، لان انا مشيتو درتو هاد الخلطه ضغطتوا على الفقاس بزاف غادي تفش لكم ما يجيش زوين. فهمتوا كيفاش؟ يقدر يتشقق. يعني كنفضل اني ندير هاد الخلطه قبل ما يخمر الفقاس، يعني الا مشيت درتها والفقاس خمر غادي يتشقق. صافي انا كنقول لكم كاع الاسرار ذكرتهم معكم للاستفاده للجميع وصافي. يعني ماشي كنقولوا زعما راه كلشي كيعرف تبارك الله يطيب، حنا كنشاركوا معكم الوصفات وبس. كما كتشوفوا حنا اخواني اخواتي راه كيجيو لذاذ ورائعين جدا. حنايا خليناهم في الفران اللي هو صافي. هنا منين خمر لينا شي شويه صافي شعلنا عليه الفران ما بين 40 حتى 170. ما نزيدوش في الفران كثر على المهال. صافي ملي كيطيب لينا نص طيبانه هنا شويه زعمت شويه خليته تقريبا، خليته انا ساعه فهو تحمر مزيان. ثم نخليوه اقل. صافي هنا فاش غنجيو نقطعوه كما غتشوفوا ما غادي يتهرس معنا حتى شي حاجه، ناجح 100%. من اسرار نجاح الفقاس الموس يكون ماضي، فيكون موس خاص بالفقاس ويكون الفقاس بارد. لانني انا خليوه على الاقل 4 ساعات، فانا كنت بزروبه باش نصور خليته فقط ساعه فما نكسرش الحمد لله. ولكن مهم السر الثاني قبل ما نقطعه رانا كنت مغطياه بمنديل. يمكن هذاك المقطع مشالي مغطياه بمنديل ومخليه الصهد ديالو يرجع ليه. صافي هنا كنقطعوه التقطيع اللي هو كيكون مائل جدا كما نوريكم. المهم نحاول نقطعوه هنا باش ما نوسخش كلشي. كيجي رائع وهذاك الكاوكاو من الداخل كيجي باين ومقرمش. غنحاول نقطع معكم كلشي، يعني ما تهرست معايا حتى شي حاجه، وهذا بفضل الله الحمد لله والشكر لله. كما قلت لكم راه باقي يعني ما باردش، وخصو يكون بارد والموس خصو يكون خاص بالفقاس. فكما كتشوفوا انا درت الموس عادي ماشي موس خاص بالفقاس، ورغم ذلك ما تهرت لي ما والو. جا ما نقول لكم واحد اللذه وواحد مع ديك حبه حلاوه وكتعطي ريحه ومذاق رائع جدا واقتصادي. كما كتشوفوا نفرحوا الوليدات، ماشي يعني لا داعي باش نديروا يعني اللوز ونديروا هذا باش نفرحوا الوليدات. فهو عاد الكاوكاو كيجي احسن وافضل. انا كنت غادي ندير فيه اللوز، ولكن كاين اللوز اللي المذاق ديالو ما زوينش مر فما غاديش يعطينا اللذه، داكشي علاش ما درتش انا اللوز. المهم كما كتشوفوا اخواني اخواتي التقطاع ديالو مائل باش كيجينا كبير. كما كتشوفوا ما كيتقطع ما والو. دابا عاد نرجعوا نديروا ليه نص الطيبه اللي باقا عليه، نزيدوا نحمروه هكا من نقطعوه عاد ندخلوه نحمروه المره الثانيه وغادي يتحمر معنا. نحاول نكمل لكم الفقاس عاد باش نمشي ندير معكم التحضيرات ديال القراشل، وكذلك واحد الدجاجه اللي كتجي رائعه محمره ومشرمله وتشرموله. نشارك معكم التشرموله اللي كندخلوها من الجوانب وكلشي. المهم درت جوج دجاجات، دجاجه خليتها درتها للعشاء ودجاجه الغدا ان شاء الله. المهم تحضيرات رمضان كيكون داكشي العيد كيكون ساهل، وان شاء الله عطاني الوقت غادي نشارك معكم واحد الرغيفات اللي كيكونوا معسلين ولذاذ ورائعين جدا. كما كتشوفوا انا قطعت يعني خليوه حتى يبرد عاد قطعوه باش ما يتهرش لكم. فانا كما قلت لكم ما تهرسوش ليا كاملين، عندي تبارك الله ما شاء الله. الدجاج كيكون مغسول مزيان بالحامض وكذا ومسقطر، وديك الساعه باش كنجيو نديرو التشرميل. بالنسبه للتشرميل عندي هنا القزبر والمعدنوس اللي هما عندي مقطعين وخالطين مع الزيت كيبقاو ليا مده طويله بصراحه في الثلاجه. دابا نشارك معكم هذه الوصفه. كتقطع القزبر والمعدنوس وكتخليهم كتزيد عليهم الزيت وكتخليهم في الثلاجه كيبقاو مده طويله. صافي ما كتبغي كتحتاجهم. كاين اللي كيخلط معهم الثومه، انا ما كنفضل نخليهم هكا. ملي كنبغي الثومه فانا كنطحنها
صافي. بالنسبه للدجاج يكون منقي ومقطع ومحيد ليه الريش وكلشي بطبيعه الحال. واخا الجزار كينقي لك راه ما كينقيش مزيان، حاولوا انكم تنقيوه وتغسلوه مزيان تحيدوا ليه الريش وكلشي. صافي. وكان ضروري من الليمون ومن الثومه. صافي. هنا كما عندي هنا القزبر كما كتشوفوا. هنا غادي ندير التشرموله ديال الدجاج، وعلى الدجاج كيطيب وغادي نجي معكم باش غادي ندير معكم القراشل. الملحه، البزار، الكمون، عصرنا نصف حامضه او نصف ليمونه، درنا قليل من الفلفل الاحمر، درنا الفلفل الاسود، درنا الزنجبيل، درنا الكركمه. صافي. هادو هما التوابل. وغادي نحكو واحد 2 سنينات ديال الثوم. فانا زدت واحد 2 اخرين بالنسبه لان عندي 2 دجاجات. صافي. وغادي هذه التشرميله المعتمده عندي. غادي نحكو وغادي نخلو ما عنديش البصله دابا. البصله حتى نبغيو نردو الدجاج عاد نديروها. ما نديروش البصله مع التشرموله باش ما كتلقش لينا الماء. هذه من اسرار نجاح الدجاج. كنخليوه مشرمل، يعني الا بغيناه الغدا ان شاء الله كنخليوه مشرمل هكا بدون بصل، ولكن غنطيبوه تمتم فكنديروا البصل. انا غادي نشرمل 2 دجاجات، ولكن غادي نطيبها وحده وحده غنخليها حتى الغدا ان شاء الله العيد. صافي. كما كتشوفوا معايا اخواني خواتي، هنا جيت باش كنشرمل الدجاجه. كندخل هذاك التشرموله في الجوانب كاملين الداخل وعلى برا وكل شيء. صافي. وكنخلي التشرموله. بالنسبه للدجاجه الثانيه فخليتها في الفريغو صافي. انا جيت اخواني خواتي كما كتشوفوا رانا شرملت معكم الدجاج. طلع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، انا ما كنزربش، انا راه خدمتي ثقيله ولكن كنزرب الفيديو. صافي. هنا في الطنجره اللي غادي نطيب فيها كيف ما بغات تكون طنجره، بالاحسن تكون طنجره عاديه اللي كتسد، ما تكونش يعني طنجره ديال الضغط اللي هي هذا. هنا درت البصل ودرت قليل من المعدوس والقزبر عندي مقطع، درت شويه من خليت الدجاجه كطيب. وجيت هنا باش نصايب معكم هاد الكريسات اللي كيجيو رائعين ولا القريشلات. كما كتشوفوا معايا. دخلوني شاف الوصفه على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هنا عندنا كاس من السكر، وعندنا واحد الكاس ديال الحليب رانا خليته كيدفى في الميكرو، عندنا واحد الكاس ديال الزنجلان، نصف كاس مزهر، ممكن تعويضوه بالفانيلا اللي ما عندناش الماء الزهر. فبالنسبه للناس اللي هنا في اوروبا في الماء الزهر كيتباع عند المتجرات الاسلاميه، عندهم منتوجات مغربيه حتى الخميره والفانيلا وكلشي فهما كيبيعوهم عندهم. اللي بغى شي حاجه راه كيلقى اللوز الكركاع اي حاجه كيكون عندهم. اللي بغى شي حاجه كيلقاها عند المغاربه. صافي. هنا كما كتشوفوا لنا البيض كيكون مغسول جيدا. انا كنعرفوا البيض كيكون فيه البكتيريا في الكاسكاره في الغشاء، الغلاف في الغشاء. فكنحاولوا اننا نغسلوا البيض اولا قبل ما نستعملوه، وكنفتحوا البيضه قبل ما نديروها باش كنشوفوا البيض ربما تكون البيض خاسر فهو كيكون فيه رائحه خايبه، فكنتفاداو كرميو البيضه اللي كتشري بيضه خايبه. صافي. كنحاول نفتحوا البيضه قبل ما نديروها. كما كتشوفوا هنا غادي معكم كلشي يعني طريقه. وهنا هاد القراشل هادو ما فيهمش المقادير بزاف، رخاص وبنان وفي نفس الوقت اقتصاديين. يعني بهاد المقادير هذا خرجت تبارك الله 4 ديال الطاوات وغادي تشوفوا على عينيكم. بالنسبه للمنسمات ديروا اللي بغيتوا ديروا القرفه، بغيتوا ديروا المزهر، بغيتوا ديروا الليمون، بغيتوا ديروا البرتقال، اللي بغيتو. يعني المنسمات انا ما كنلقاهمش هنا، كنبغي هي ما نقلب على المذاقات ما كنلقاهمش، فحاولت انني ندير اللي كاين. صافي. درت هنا واحد ملعقه كبيره من الزبده. ممكن تستعمل زبده نباتيه وحيوانيه، ممكن تستعمل مارغرين، اي زبده كتفضلوا فما كيهمش. فالمزهر كيغطي لنا على المذاق ديال الزبده. وصافي. كما كتشوفوا هنايا كنحاول نخدم هذيك الزبده واحد شويه وصافي، يعني ماشي ضروري انني نخدمها مزيان، فكنخدمها شويه. ممكن نخدموها باليد، ماشي ضروري اننا نديرو سباتول. صافي. كنخدموا ديك شويه ملعقه ديال الزبده مع السكر. هاد القريشات هادو راح زعما تيقوني راه كيجيو لذاذ وكيجيو رائعين. درنا يعني نصف كاس من الزيت. كما كتشوفوا المقادير بسيطه جدا. خرجنا 4 ديال الطاوات. فرحوا الوليدات ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للناس اللي كيبيعوهم فراه يضربوا يديهم، يعني يستغلوا هاد الفرص هكا ويديروا هاد القريشلات. راهم يعني نديروا حنا 5 دراهم الوحده، ففيها تبارك الله مدخول. بالنسبه للناس اللي هنا في اوروبا يبيعوها 80 سنتيم الوحده، ففيها يعني الخير والبركه. كما كتشوفوا اخواني خواتي فهاد القريشات كيجيو كبار وزوينين، اللي كيبغيوهم صغيورين يديروهم صغيورين. كما كتشوفوا هنايا كندير البيض بشويه بشويه. في الاول درت ملعقه من الزبده مع السكر، ودرت البيضه الاولى ودرت قليل من الملح.
ملعقه صغيره جدا باش ما يجيوناش باسلين القريشلات. درت البيضه الثانيه، عنده هنا المجموع 3 بيضات. اللي باغي يدير كميه مضاعفه فيضاعف كل شيء، يضاعف الطحين يضاعف كل شيء، فانا حاولت ندير كميه بسيطه. درت قليل من ماء الزهر يعني ربع كاس. هاد القريشلات هادو بلديين كيجيو رائعين جدا. وهنايا جيت باش نوريكم الحليب، راه كان عندي كيدفى، كان عندي دافي، فانا غنخليه حتى يدفى بزاف يبرد يعني، عاد باش نديرو باش البيض ما يتجمدش ولا ما يخسرش البيض مع الحليب سخون. صافي كما كتشوفوا انا درت واحد الملعقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز. ممكن استعمال الخميرات المعجونه والخميره البلديه او اي نوع من الخميره. هنا كما كنوريكم الحليب، درت انا هنا كاس من الحليب دافي وخليته يعني حتى برد شي شويه عاد نديرو مع الخليط اللي كنت درت ديال البيض والسكر والزيت. هنا كنوريكم هنا عندي الملعقه ديال النافع والبلدي وحبه فلاوه او اليانسون ولا ما عرفتش ما كتقولها باللغه العربيه. المهم صافي كنطحنهم. هنايا انا بصراحه كنغسلهم يومين قبل وكنصهدهم في المقله وعاد كنطحنهم، فواخا ما يطحنوش مزيان ماشي مشكل، راهم يعني ما كيبانوش، فهمتوا كيفاش. صافي هنا الجنجلان ما كنطحنوش، الجنجلان كنخليه هكاك، اللي بغى يطحنو يطحنو. كنصهد ما نحمرش الجنجلان، غنصهدهم شويه وصافي. هنا بديت كندير كان خاصني ندير الخميره والحليب هي الاولى، عاد ندير سميتو الطحين، ولكن ماشي مشكل. كنبقى باضافه الدقيق لاني كما انني ضفت كميه من الحليب تقريبا كأسان من الحليب، يعني كأس اللي كنعبروا به ديال 100 غرام، تما عندي 200 غرام ديال الحليب، فانتم ديروها 100 غرام ديال الحليب باش ما تاخذش لكم كميه كبيره من الدقيق. يعني الدقيق كيكون حسب الخليط، وكل ما كان الدقيق نوعيه جيده خاص بالحلويات، لان هذا اللي عندي انا ماشي نوعيه جيده، هو كيقول انه خاص بالحلويات ولكن كاين دقيق افضل منه، فديروا بحث نديروا دقيق اللي هو خاص بالحلويات باش كتفشفش معكم الحلوه ديالكم وكتطلع وكتولي زوينه يعني. صافي درت واحد الملعقه من القرفه، هذه اختياريه، اللي ما كيبغيهاش ما يديرش. انا كنحاول ما نديرش يدي باش ما تلصقليش العجينه، فانا درت فقط بالسباتول. صافي كما كتشوفوا لنا كنخدموا هاد القريشلات ديالنا وغادي نخليوهم يرتاحوا. تما كاين السر ديال نجاح هاد القراشل، هما خصهم يرتاحوا. يعني كنديروا واحد الفران اللي كيكون كيسخن وكنطفيوه، ممكن نخليو القراشل ديالنا لداخل. صافي ملي كنخرجوهم عفوا ملي كندخلوا هذاك سميتو ما يكونش سخون بزاف، يعني كنسخنوا على واحد المده قليله، يعني ثواني كنسخنوا الفران ثواني وكنطفيو عليه. صافي ما نسخنوش يعني بزاف باش ما يطرش باش الزاج ما يطرطقش لينا في الفرن. صافي فكنخشيو كنغطيو على هاد العجينه بالبلاستيك وكنخليوها في الفرن اللي هو طافئ، وخلوها حتى يطلع الحجم ديالها. كتشوفوا هاد الدقيق فهو ما كيطلعش بزاف لان ما فيهش نسبه ديال الجلوتين بزاف، فملي كديروا الدقيق الابيض اللي هو خاص بالحلويات ولا الدقيق اللي فيه الجلوتين فهو كيطلع اكثر من هاد الدقيق. فكان نحيدوا نفرغوا العجينه من الهواء اللي فيها عب شويه وصافي. وكان فهاد العجينه يعني هي اصلا كتدلك راسها بيديها، كما كتشوفوا كل ما خليناها ترتاح كل ما هي طاوعت معنا. من بعد كنصنعوا كويرات، كندهنوا يدينا بالزيت باش ما يتلاصقش لينا، وكنصنعوا كويرات، كنديروا كويرات كل كويره بعيده على الكويره الاخرى. صافي كنخليهم يرتاحوا. مره ثانيه كندير لهم هذيك الخلطه اللي ملي كيطيب الدجاج ديالنا كنديروها، قليتوها في المقله فجا رائع. هنا خليت هادو كيخمروا ليا في الفرن، داخل الفرن كيكون طافي، ومن بعد عاد كنشعل على الفرن. لما كيطيبوا من التحت كطيب الطاوه بوحدها من التحت حتى كطيب، عاد كنشعل عليها من الفوق هكا. كندير بالطاوه ما عندهمش كاملين، ما غاديش يطيبوا لي كاملين، لكن نخليهم قلت لك حتى كيخمروا داخل الفرن ساخن وطافي، عاد باش كنشعل عليهم الفرن. صافي هنايا كنكون ساليت معكم الوصفه. القريشلات الاخرين درت لهم الشوكولاته الدهن من الداخل. كنظن ان المقطع مشالي، و
وهنايا كما كتشوفوا هاد الحلويات اللي كنت شاركت معكم الاسبوع القادم كيجيو رائعين ديال الكاوكاو، فانا عمرتهم بالشوكولات. الفقاس ديالنا كيجي ممتاز.